سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فيها 3 فوائد. الفائدة الأولى أنها أحب الكلام إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذه أول حاجة. ثاني حاجة: من قال، والحديث في الصحيحين، سبحان الله وبحمده 100 مرة كانت كعدل عتق 10 رقاب من ولد إسماعيل، وكتبت له 100 حسنة، وحطت عنه 100 سيئة، وكانت حرزا له من الشيطان في يومه هذا. مين فينا بقى بيقول سبحان الله وبحمده 100 مرة في اليوم؟ عشان تعرفوا كم نحن يعني نقصر في أسهل شيء وأخف شيء، وشوف الأجر الجزيل بتاعه. أنا لما حسبت سبحان الله وبحمده 100 مرة خدت مني 17 دقيقة. وانت يا أخي راكب السيارة ورايح الشغل، وانت في الإشارة، حرك لسانك، سايبه ساكت ليه؟ ما تحركه. قلت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، قلت أحب الكلام إلى الله وأثقل كلمة توضع في الميزان يوم القيامة هي سبحان الله وبحمده.